وصفة لريحة الفم، مش هيطلع من فمك غير الريحة الطيبة. اسمع الفيديو ده كويس. كتعاني من رائحة الفم الكريهة لدرجة أنك ما كتقدرش تهضر حدا الناس، جربتي كاع الطرق وما صدقوش معاك. هاد الوصفة مضمونة وموثوقة 100%. كنتمنى تبارطاجيوها لأن الدال على الخير كفاعل. هنجيبوا لتر مية وهنحطوا عليها 10 حبات قرنفل. عارفين اللي قرنفل المسمار؟ 10 حبات في لتر المية. وهنجيبوا عودين قرفة، مش مطحون، لا حي، هيجي عودين. عند العطار تقول له عاوز عودين اللي مش مطحون. وهنضيفوهم اللتر المية، وربع معلقة ملح. وهنجيبوا معلقة او نص معلقة نعناع بلدي، النعناع البلدي مطحونين، بس هنغليهم على المية على كوب. يعني هنجيبوا قدر ولا نجيبوا البراد بتاع الشاي ونحطوا معلقة ونغليهم. هنصفوا منهم كوب، هنحطوه على اللتر، نصفوه ونحطوه على اللتر ونرجهم كويس ونحطوهم عندنا. نعملوهم بالليل، الصبح نتمضمضوا. على قد ما تقعد اسبوع 15 يوم، كل يوم تتمضمض مرة واحدة بس. مش هشم من بقك غير الريحة الطيبة، مش هشم من بقك غير الريحة الطيبة.